وقررت اني اصور فيديو. حلو. طيب تفاجأت ان كيف الفيديو ايام ال 15 ثانية هذه، تفاجأت كيف الفيديو ضرب معي ضربة غريبة. انت وقت ما كان لك متابعين؟ وقتها ما في متابعين، ما في الا من الاف اف هذه كلهم يجوني عشان ياخذون صور يخلونها رمزيات، عرفت؟ حقت يوم الجمعة. المهم يا طويل العمر، تحول الموضوع الى لا في اقبال على شخصيتي اللي انا اشوفها زفت الحين. طيب في اقبال على المقاطع. حلو. المقاطع هذه في الزمن اللي احنا فيه الحين تعتبر كرنج. إيه طيب. كل شيء لها لكن كان في مدة الزمنية ذيك 15 ثانية اختصر عليها الموضوع، ضحكنا، استهبل، تصير اهبل، تطلع هي كذا. لكن مع الوقت تتعلم وتدخل في تجارب. يعني مين كان يتوقع ان محمد اللي يصور مقاطع 15 ثانية في اليوم، استهبال، كلها استهبال ما فيها اي وعي واي هدف، بيدخل في التجارة في يوم من الايام ويتمعمع ويصير كل همه في الحياة اللي هي التجارة من الانستغرام، من بداية من الانستغرام. طيب تذكر ايش اول مقطع لك؟ اول مقطع ضرب. اول مقطع والله ما كنت تنصدم انه ليش. يعني انا قاعد اصور مقطع وانا احرك حواجبي، فجاه الاقيه في روتانا. كلموني روتانا على هذا الموضوع فجاه، اللي انا استحيت يعني اطلع ايش اقول، والله حواجبي قدام الكاميرا. يعني استدعوك روتانا عشان استدعوني روتانا، بعدين استاذنون انهم المقطع، والمقطع موجود الى اليوم. فكان الموضوع محرج انك تطلع وانت ما عندك محتوى تقدمه. حلو. عرفت؟ فصار عندي موضوع انه يكون في رساله هادفه في السوشيال ميديا مهم جدا، حتى لو ما وراه أي مردود. حلو.